ازيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم مجالات التكنولوجيا في العالم حاليا، مجال أمن المعلومات. يمكن تكون سمعت عنه باسم سايبر سيكيورتي أو أمن الشبكات أو حماية البيانات. بص، كل دول مش حاجة واحدة، لكن هم في الآخر كلهم بيدخلوا تحت مظلة واحدة: إنك تحمي المعلومات من السرقة أو الاختراق أو الضياع. أمن المعلومات ببساطة هو العلم اللي بيهتم بحماية أي بيانات رقمية، سواء كانت بيانات شخصية أو حسابات بنكية أو مواقع إلكترونية أو حتى أنظمة شركات ودول كاملة. أي مكان فيه كمبيوتر أو إنترنت لازم يكون فيه أمن معلومات. طيب مجال أمن المعلومات بيعمل إيه بالظبط؟ أول حاجة بيحمي البيانات من الوصول غير المصرح بيه، يعني محدش يفتح أو يستخدم معلومات مش من حقه. تاني حاجة بيمنع التلاعب في البيانات، يعني الداتا تفضل صحيحة وما يحصلش فيها تغيير أو تزوير. وتالت حاجة بيضمن إن البيانات تكون متاحة وقت الحاجة، يعني السيستم ما يقعش والموقع يفضل شغال والخدمات تفضل مستقرة. الحاجات دي معروفة في أمن المعلومات باسم السرية والسلامة والإتاحة. طيب المجال ده ليه أهمية كبيرة أوي؟ لأننا عايشين في عصر كل حاجة فيه بقت أونلاين: بنوك، مستشفيات، شركات، موبايلات، سوشيال ميديا. أي اختراق بسيط ممكن يسبب خسائر ضخمة، فلوس وسمعة وأحيانا أرواح. عشان كده مجال أمن المعلومات بقى مطلوب في كل حتة في العالم. طيب مجال أمن المعلومات مش حاجة واحدة بس، ده مجال كبير ومتقسم لتخصصات. من أشهر التخصصات بتاعته أمن الشبكات، وده مسؤول عن حماية الشبكات والسيرفرات من الهجمات. اختبار الاختراق، وده بيحاول يهاجم الأنظمة بشكل قانوني عشان يكتشف الثغرات قبل الهاكرز. أمن التطبيقات، وده بيركز على حماية المواقع والتطبيقات من الأخطاء والثغرات. تحليل الهجمات والاستجابة للحوادث، وده الشخص اللي بيتدخل وقت الهجوم، بيعرف إيه حصل إيه ويوقفه ويمنع تكراره. وكمان في مجال السياسات والتوعية الأمنية، وده بيهتم بوضع القوانين وتوعية الموظفين عشان يقلل الأخطاء البشرية. طيب مين اللي يشتغل في أمن المعلومات؟ أي شركة صغيرة أو كبيرة محتاجة أمن معلومات: بنوك، شركات اتصالات، مستشفيات، مواقع، حتى الشركات الناشئة. وعشان كده فرص الشغل في المجال ده كبيرة والطلب عليه بيزيد كل سنة. وحابب أقول لكم إن في الآخر مجال أمن المعلومات مش بس شغل، ده مسؤولية حماية بيانات الناس وحماية العالم الرقمي من المخاطر. لو حابب تدخل المجال ابدأ تتعلمه صح واختار التخصص اللي يناسبك وخدها خطوة خطوة. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة وقولي في الكومنت تحب تعرف ايه أكتر عن مجال أمن المعلومات.